السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا عارفين رمضان يعني كل سنة وانتم طيبين، يعني مشروبات. واحسن مشروب مشهور في رمضان هو الخروب. انا ما بحبش اشتري من بره، بعمله في البيت عشان ما بحبش احط الحاجه، ما بحبش اي حاجه من بره. بره بيحطوا الوان ومش حلو. جبت بقى ده ربع خروب، جبته غسلته. ربع الخروب بعد ما تغسليه وتصفيه الربع الخروب بياخد نص كيلو من السكر. تمام. يبقى ربع الخروب معاكي هياخد نص كيلو من السكر. لو عايز تعملي نص كيلو اعملي كيلو سكر. ونص كيلو من السكر ده مقدار كويس جدا، لا محلي ولا ماسخ، عشان الناس اللي عندهم سكر هيقولك محلي قوي، لا مش محلي خالص. وتفضلي تقلبي فيه بقى ايدك فيه، مجرد ما تحطي السكر على الخروب ايديكي فيه عشان ياخد معاكي لون. واوعي يتحرق منك، لازم بايدك فيه كده عشان لغايه اما السكر ياخد لون ويكرمل معاكي. انا طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما غسلت الخروف، في ناس مش بتغسله، لا اغسليه، هو مش محطوط عند العطار ومعرض للتراب، لازم تغسليه في مصفى كده هينزل منه التراب، وتعملي حاجتك على النظافه وتبقى حاجتك جميله وزي الفل. حطيت زي ما قلت لكم السكر على الخروب، وطبعا زي ما انتم شايفين انا ايدي رايحه جايه عليه، ايدي رايحه جايه فيه، طبعا كنت بعمل حاجات في المطبخ، ايدي رايحه جايه عليه. وعايزه اقول لكم هيعمل لنا كميه حلوه جدا وموفر جدا وصحي جدا وطعمه حلو من غير الوان صناعيه ولا اي حاجه. بصوا زي ما انتم شايفين، عشان تروحي تشتري كيس خروب من بره دلوقتي هيقول لك كيس خروب ب 20 جنيه، وكله طبعا الوان وصبغه ومش حلو خالص، غير امن عليكي وعلى اطفالك. لا ليه اعمله في البيت؟ ولما ليه اعمله اشتري من بره لما ممكن اعمله في البيت بطريقه موفره وصحي كمان. اي مشروب هنعمل مع بعض كذا مشروب وهوريهم لكم ان شاء الله على مدار رمضان كله. بصوا هو وصل معايا، انا بكلمكم ووصل معايا للدرجه يجي فيه طبعا زي ما انتم شايفين، اول ما ياخد معايا لون والسكر يكرمل معايا ويبقى لونه ذهبي زي ما احنا شايفين. ربع الخروب يا جماعة هياخد معايا 3 لتر من المية. 3 لتر، الازازة اللتر هياخد منها 3. عايزة اقول لكم بيعمل كمية حلوة جدا. بعد ما وصل للون ده نزلت عليه ب3 لتر من المية. طبعا اول ما بتنزلي عليه بالمية بينشف كده ويشبك في بعضه. مجرد ان هو يسخن ويغلي هتلاقيه فك وبقى جميل، وهوريكي كل حاجة على عينيكي وتشوفي كل حاجة بطبيعتها. كل حاجة قدام عينيكي تعمليها واحدة واحدة، ما تستطعبيش تقولي لا انا مش عارفه اعمل الخروب، لا ده جميل جدا وتعملي. بصوا انا بوريكم اللي هو ناشف ازاي، بصوا، وهوريكم دلوقتي هيبقى عامل ازاي. بعد ما نزلت بالميه بتاعتي 3 لتر هسيبه يغلي غلوه كويسه. بعد ما غلى الغلوه دي وفك زي ما انتم شايفين من بعضه هسيبه يستهدى بقى، وهعبيه، هصفيه واعبيه في الازايز بتاعتي وهوريه لكم شكله بقى عامل ازاي. بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا لونه، بصوا كل حاجه في بيتك بتبقى بركه. هتعملي وتحطي ازازك في التلاجة وتشربوا منها. عايزه اقول لكم ربع الخروب بيعمل معايا كميه كويسه جدا. بصوا لونه وطعمه، ولا طعمه تحفه. طبعا ما تغيبوش على النار عشان ما يمررش منك. طعمه طلع حلو جدا ونتيجته كويسه جدا وموفر جدا وصحي جدا. وزي ما انا قلت لكم الحاجه اللي تقدري تعمليها في البيت اعمليها، ما تكسليش، اعملي كل حاجه لاولادك في بيتك وفرحيهم. رمضان ده يعني عصاير ومشروبات وخيره كتير. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.